السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بيكم وأحلى صحبة. بفكركم دايما بشعارنا نعيش حياتنا مع أحلى صحبة ونعيش آخرتنا مع الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. كنا النهارده هنتكلم على المذاكرة وازاي نذاكر بقى وشوية قواعد وقوانين كده، فلقينا الأسبوع فيه أجازات كتير، فقلنا خلاص نأجل حلقة المذاكرة اليومين دول علشان الناس كده اللي عايز يريح شوية يريح، وبعدين بعد كده نتكلم على المذاكرة. ومعانا شوية حاجات كويسة جدا هنتكلم فيها عن ازاي بقى نذاكر بجد ونجيب تقدير ونجيب مجموع كويس إن شاء الله، وده كده يفيد أصحابنا اللي في الثانوي وفي المدارس وفي الجامعة، وحتى يعني بيذاكر عموما. الحياة كلها أصلا علم لابد أن يدرس وأن يذاكر يعني. النهارده معانا صحبة جديدة، صحبة جميلة، حاولوا يعملوا حاجة جديدة، حاولوا يفكروا فكرة مختلفة، فسموا نفسهم يوتوبيا. يوتوبيا يعني ايه هنعرف منهم بعد شويه، بس طبعا يعني خلينا اغششكم بمناسبه احنا بنتكلم عن المذاكره. هي الفكره اللي هي المدينه الفاضله دي كانت مبادره او فكره معموله في كليه الهندسه في جامعه القاهره، وبدا الموضوع يكبر ويزيد. خلوني في البدايه علشان بقى نسمع من صحابنا اكتر، هم يكلمونا ويفهمونا ونتعلم منهم، وكمان بنقول لاصحابنا اللي بيسمعونا شاركونا وتابعونا وابعتوا لنا كمان على صفحتنا على الفيسبوك وعلى تليفونات القناة علشان تكونوا إن شاء الله ضيوفنا في الحلقات اللي جاية. خلونا نرحب في البداية بعبد الرحمن. عبد الرحمن ازيك؟ وكمان صاحبه وصاحبنا عمرو. ازيك يا عمرو؟ تمام. ازيك؟ بداية عايزين نعرف أصحابنا بقى إيه يوتوبيا، إيه الفكرة؟ تمام. في البداية يوتوبيا يعني إيه؟ يعني هي كلمة لاتينية معناها المدينة الفاضلة. أول ما نتكلم عليها هو أفلاطون في كتابه اسمه الجمهورية. تمام. اليوتوبيا هي المدينه الفاضله ديت اللي ما فيهاش فساد، ما فيهاش شر، فيها خير، فيها حب، الناس بتحب بعض، فيها عمل، فيها مذاكره، ما فيهاش سقوط، فيها مذاكره فيها مذاكره حر بقى يعني فيها نجاح. بس فهي دي المدينه اللي احنا المثاليه، هي حياه مثاليه. احنا بنحلم ان احنا نعيش او نقرب من الحياه المثاليه. احنا مش لازم 100%، لا احنا ممكن نقرب منها. خطوه ايجابيه جديده فيها تنفيذ، فيها فكره واضحه، بنحاول نحطها موضع التنفيذ او موضع الفعل بالزبط. علشان تكون واقع احنا بدأنا نشتغل عليه. بالظبط كده، بنحط حلم قدامنا ونحاول نشتغل عليه عشان نوصل له. طيب دي الفكره العامه. اكيد كل يعني طب خليني برضو اقول لك، هي كانت مبادره وخلصت ولا انتوا ناويين تكملوا؟ يعني مبادره عملناها لقينا رد فعل كويس والناس مستجيبه والجامعه. طب انا حابب احكي لك في البدايه هي بدات ازاي اصلا. انا كنت اسال السؤال ده بقى بس انت خدت سؤال وهو حر. لا مفيش مشاكل، مفيش مشاكل. تمام. طيب اتفضل. جت منين؟ تمام. هو في البدايه احنا طلبه في كليه هندسه، كنا في سنه ثانيه اتصالات، قسم اتصالات، كنا بناخد كورس اسمه اخلاقيات مهنه الهندسه مع دكتور اسمه شريف عبد العظيم. طبعا شريف رساله كانت بالظبط كده. هو كان بيدينا الكورس دوت. اخر ما خلصنا الكورس حسينا الدفعه يعني مثلا كل واحد كان من البيت للجامعه ومن الجامعه للبيت وبياخد محاضرتين ويمشي. لا بعد كده حسينا اللي فيه في روح حلوه بين الدفعه عندنا، بقينا نذاكر لبعض، بقينا نحب في بعض اكتر، في حاله جديده في الخير بقت موجوده. بالظبط كده، بقى في حلقه جميله. احنا اول مره نحس الاحساس ده. طب قلنا لا الاحساس دوت لازم مصر كلها تحسه. بس فاحنا فكرنا طب الكورس اللي احنا غير فينا دوت لازم برضو الناس تاخده عشان زكاه العلم ان انا اعلمه لغيري. بالظبط زي ما احنا اتغيرنا احنا عايزين الناس برضو تغير بالكورس دوت. بس طب قلنا هنبدا ازاي؟ من هنا قعدنا نفكر في لحد ما قلنا نعمل نشاط في الكليه بينشر الكورس دوت للاطفال في المدارس. احنا كطلبه كليه جامعه او جامعه قلنا ننزل نبدا دلوقتي بطلبه المدارس عشان احنا هنقدر نأثر فيهم بشكل ما. وفعلا بدانا اللي احنا نجيب الماتيريال اللي احنا خدناها ونعمل عليها شويه تعديلات عشان يناسب السن اللي احنا هننزل له. وبعد كده خلاص انطلقنا بقى. وكانت البدايه بالظبط 1/4/2010. 1/4/2010. حلو جدا. احنا برضو خلاص يعني احنا في اول 5 يعني بقالكم 3 سنين. احنا عدينا 3 سنين. كنا بنحتفل من شويه كده بعيد ميلادي. طب كويس يعني ما شفتش حاجه، ما شفتش حد جايب لي هديه مثلا. انت المفروض تجيب لنا بقى يعني. ما كنتش اعرف بقى يعني لو انت قلت لي يعني كنت هفكر طبعا، بس سعيدني جدا. طيب الاهداف ايه الاهداف الواضحه اللي انتوا عايزين توصلوها؟ يعني عايزين نوصل الاخلاق الجميله والكلام ده، اكيد في اهداف كمان متنوعه علشان نقدر من خلالها نوصل الفكره والمبادره والحلم لاكثر من كده. هو الفكره احنا عندنا احنا بصينا للموضوع على اساس انه في مشكله في المجتمع
ناتجه عن ان مفيش اخلاقيات، فبالتالي احنا لازم ناثر في الاخلاقيات. خلي بالك انتوا شغلكم دلوقتي اكتر بكتير كمان يعني. احنا بنشتغل عموما بالنسبه للاطفال المدارس، ولينا شغل برضه تاني في حمله اسمها اصحاب مكان، بننزل بننزل في الشارع في المترو. هي كانت بدأت في المترو تقريبا. هي كانت بدايتها في المترو، وبعد كده في السنه الاخيره توسعنا ان احنا بقينا بقى كنا في الاسعاف، توسعنا بقى في الشارع كله وفي الشوارع الجانبيه. طب علشان بس اصحابنا موضوع اللي في المترو، الفكره ان انت اصحاب مكان يعني حافظ على مكانك، على النظافه، على بالظبط. هي الفكره اسم اصحاب مكان معناها ان البلد دي بتاعتنا، انت صاحب المكان ده، فالمفروض انت تحافظ عليه. في المترو احنا كنا بنتكلم عن النظام كمان، ودي الملكيه، وان دي ملكيه عامه، فالمفروض كان يطلع يخش من باب الصعود وينزل من باب النزول، يعني دي كنا حاجه بنحث بيها الناس ان هم يعملوها. حلو قوي. حاجه ثانيه ان هو يحافظ على المترو بتاعه بالنسبه لدي ملكيته العامه. في السنه الاخيره احنا نزلنا بقى ب5 قيم، توسعنا في الموضوع. كان اول حاجه كانت الملكيه العامه، ثاني حاجه التعبير على الراي، ثالث حاجه امسك لسانك، رابع حاجه ضد التحرش، خامس حاجه اضحك. كانت الملكيه العامه طبعا دي البلد دي بتاعتك، لازم تحافظ عليها، ما ترميش زباله، دي مدينتك، لازم تاخد بالك ما تخربش منشآت. التعبير على الراي، المشكله احنا حسيناها في المجتمع. انا دلوقتي ممكن يكون لي راي وانت ليك راي، ما فيش مشكله. يعني ايه المشكله لما نختلف بس يبقى في رقي في يعني نختلف باحترام ونوصل للموضوع ان الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. دي كانت حاجه كنا عايزين نوصلها للناس. طيب ده كلام حلو قوي وانا موافق عليه جدا، ومحدش من اي حد بيسمعنا من اصحابنا يختلف على الفكره وعلى احنا عايزين نعمل حاجه. اللي بيعنينا كمان او اللي بيهتم، انا بهتم بالحاجه دي جدا، فكره التنفيذ. تمام. ان الكلام ده حلو ان احنا نخطط ونكتب ونقعد نفكر مع بعض ونحط اليات وبلانز معينه حلو قوي. انا بتكلم عايز يعني التنفيذ، انتوا عملتوا ايه بالفعل على ارض الواقع ولمستوا ده؟ ايه الجديد؟ يعني ايه النتيجه، ايه المردود، علشان اي شيء علشان ينجح في الحياه. يعني ده هندخل في شويه حاجات تبع علوم القياده شويه، بس هي فكره اديني حاجه قبل للقياس، حاجه واقعيه، حاجه اعرف اتعامل معاها. بالنسبه لشغل يوتوبيا، يوتوبيا طبعا. ما هي يوتوبيا دي الشغل الاساسي بتاعنا، طالع منها حمله اسمها اصحاب مكان. تمام. احنا شغلنا الاساسي اللي احنا ننزل للطلبه في المدارس. حلو. بنديهم الكورس، بعد مثلا ما الكورس بيخلص بنديهم الكونتاكت بتاعتنا، رقم تليفون، ايميل وهكذا. فهم بيتواصلوا بقى، بيبداوا يتواصلوا معانا. وانا مثلا النهارده كان عندي امتحان وما غشيتش، ويجي لنا فرحان قوي عشان انا اخدت كورس معاكم وانتوا. هو قريب كمان هيكون معانا حمله اسمها بص في ورقتك، يعني دي طبعا بتتكلم على الغش، فكل واحد يبص في ورقته. بص في ورقتك برضو يعني نزلنا معاها، عملنا معاها مشاركات قبل كده، ونزلوا معانا واحنا نزلنا معاهم في حاجات كتير يعني. فالفكره كلها احنا لما اديناهم الكورس قالوا لا احنا اتغيرنا. طب بعد شويه بنلاقي مثلا ابهاتهم وامهاتهم بيكلمونا، انا عايز اشكركم جدا، ده ولد تصرفاته مثلا في البيت كانت كذا كذا كذا، عشان اتغيرت للاحسن، عشان مثلا انا عرفت اللي هو خد كورس معاك وربنا يكرمكم ويبارك فيكم والكلام ده كله. فدوت يعني اصلا لو ما فيش الكلام دوت احنا اصلا هنحبط، يعني هو لو ما فيش رد فعل ايجابي لينا احنا اصلا هنحبط. طيب خليني اكلمك بلغه الناقد. حلو. طب ما ممكن يكونوا بيضحكوا عليكم؟ تمام. حضرتك يعني مثلا مش وارد ان انا اتصل بيك اقول لك انت ممتاز جدا ولا ممتاز؟ لا، هو هيستفاد ايه اصلا؟ يعني اصلا مش مهم، انا مبسوط، انا بقول لك وخلاص، ايه المشكله؟ تمام. هقول لك على يعني ده موجود، يعني خلي بالك انا مش في موقف انت بتقنعني. لا انا عارف ان قد ايه فعلا الكلام ده له تاثير، خاصه كمان انا بنزل في اماكن كثيره وحاجه لها علاقه بحاجات كتير، بس بتكلم على ان رد الفعل مطلوب، وده اللي انا بكلمك عليه، فكره اقيسها ازاي علشان يبقى العمل موجود ملموس في الشارع. انا النهارده مثلا بيتابعنا اصحابنا، اباء، امهات، عايز اشوف انت بتعمل ايه، علشان لو الكلام ده حقيقي طب انا عايز اوصل لك، عايز اتعلم منك. فما تبقاش الفكره ان احنا عملنا حاجات، لان خلينا نتفق على قاعده واضحه. مفيش اكتر النهارده في مصر تحديدا، في الوطن العربي عموما بس مصر تحديدا، من الدورات والكورسات اللي معموله في تقريبا بارقام واعداد غير عاديه. وفي النهايه احنا مش شايفين تاثير في الشارع قوي. ده اللي انا بتكلم عليه. طب انا عايز يوتوبيا امسك ايه في ايدي، يعني لما امسكه في ايدي اقول انا قدمت، انا انتجت، احنا في الاخر خلونا نتفق على حاجه عشان احنا كلنا زي بعض، احنا ناخد بالاسباب اكيد، بس مطلوب مني السبب اللي انا قدمته الاقي له رد فعل، انما النتيجه من عند الله سبحانه وتعالى. بس تمام. انا عايز اقول حاجه كده. زمان وانا صغير كنت في الكتاب، تمام. لما دخلت الكتاب قعدت معاهم شويه كده، فتعلمت كام حاجات بسيطه. الحاجات البسيطه ديت عاشت معايا طول اما انا كبرت دلوقتي. حلو جدا. تمام. اما انا مثلا اتعرف على ناس تاخدني مثلا سكه
مش كويسه، تمام. اما افتكر الكلمتين اللي انا خدتهم القليلين قوي اللي انا خدتهم في الكتاب ديت، لا برجع قوي بفتكر اللي عندي فيه مرجعيه واضحه بالظبط. بفتكر اللي فيه صح وفيه غلط، بفتكر اللي فيه حتى لو ما فيش دلوقتي تاثير ليه دلوقتي، نفترض جدلا مثلا اكيد دي الكلمتين اللي احنا بنديهم دوت هيرجع تاني انا موافق. انا موافق. مع ان اصلا فين طيب. عايز اشوف. انا هقول لك طيب مثال عملي. مثلا انا كنت في فصل، ايوه بالظبط، قول. في فصل من الفصول كنا بنتكلم في يوم على موضوع ان هو لازم يبقى شخص ايجابي ويبقى ليه هدف وحلم. في الحصه اللي بعديها لما انا جيت سالت، احنا اتكلمنا في الاحلام وكل واحد كان ليه حلم معين، سالت ان الطلاب هم عملوا ايه. في ناس فعلا بحثت عن الحلم بتاعها وحددت الهدف بتاعها وبدات تعمل خطوات ايجابيه ان هي تحقق الهدف بتاعها. حلو. فالكلام بتاعنا ليه مردودات ايجابيه بتحصل، بس القياس بيجي عن طريق، يعني لازم انت عايز تشوف حاجه عمليه قدامك. طيب هجيب لك حاجه ثانيه عمليه، مثلا في حمله اصحاب مكان. احنا بالنسبه لنا كلمه صاحب مكان ديت يعني الشخص اللي عنده الخمس حاجات دي كلها ما بيعملهاش، يعني المفروض اي واحد فينا فعلا ما بيعملش حاجه زي كده. في مره احنا كنا جايين، كان في واحد من الناس اللي حوالينا من البياعين كان رامي حاجه على الارض، فانا جيت قلت له ما ينفعش الكلام ده بقى، انت صاحب مكان وكده. هو كان عارف يعني الموضوع بتاعنا، فهو عشان الكلمه دي بس لوحدها خد الزباله على الارض ورماها، فهو بالتالي لا المفهوم مأثر وكل حاجه، بس هو يعني هي بتمشي واحده واحده. يعني احنا المشكله عندنا الاحباط في البلد كبير، يعني احنا حاولنا نغير في الواقع يعني شويه، وهو الحمد لله في حصل تاثيرات كويسه. بس ما اقدرش اقيس لك الموضوع ده كله على مستوى مصر كلها. ما انا بتكلم في كده، ان انا مش جاي بحاسبك على اللي انت عامله، بالعكس ده انا عايز اقول لك كل ما بيكون العمل اللي بيتعمل له رد فعل قوي وواضح وملموس، انت هتجبرني لو انا مشاهد عادي ان انا ابقى معاك. ده انا بتكلم عليه. طيب خلونا اسال السؤال بشكل مختلف. ايه اللي انتوا شايفين لو انتوا عملتوه من اليات، من افكار، من كذا من كذا، ممكن يبقى التاثير ملموس اكتر من كده؟ تعالوا نفكر سوا. إيه مثلا ممكن نتكلم في حاجه، يعني احنا لو بنتكلم على الاخلاقيات، ايه المشكله لما نعمل للسواقين مثلا الميكروباص وكده يبقى في دستور عندهم، يعني مثلا دستور اخلاقي هم يكونوا مثلا فكره حلوه. يعني مثلا الحكومه تكون مطبقه حاجه زي كده، بالتعاون معاهم مع النقابه بتاعه السواقين، يطبقوا حاجه هم يعملوا عليها انتخابات ديمقراطيه، يتفقوا على حاجات معينه، منها ان انا ما ينفعش اشتم مثلا، منها ان انا احافظ على اختي وهي راكبه معايا في الميكروباص، الاجره ما افتريش على الناس، هو كده المشكله دي حاجه ممكن تبقى ملموسه فعلا وتبقى ليها اهميه. دستور اخلاقي مش قانوني، يعني انا مش لازم ابقى احاسب. اصل انت مش حكومه، انت ما هو ده انا بتكلم عليه. دي في الاخر مبادرات وافكار حلوه جدا. كل ما بنحط الكلام ده ضمن آليات واضحة وهتلمس الوجع اللي احنا عايزين نعالجه، ده هيبقى رد فعل كبير، وده اللي احنا عايزين نوصل ليه. اكيد. طيب خلونا اتنين نقطة تانية. يعني مثلا انا عارف ان انتوا في الاساس بتتعمدوا ان انتوا تحتكوا بالناس في الشارع. طيب انت قابلتني بتقول لي ما ترميش على عروقك، انت مالك؟ بتعملوا ايه مع الناس دي؟ انت بس قصدنا بقى. يعني لا انا مش بقصدك، انا عايزين نطلع يعني كلنا مع بعض، كل اللي بيتابعونا نطلع بحاجه احنا اتعلمناها سوا. انا النهارده بعمل مبادره. الطبيعي ان في الشارع انت مين اصلا؟ انت مالك؟ خليك في حالك، خليك في نفسك، مالكش دعوه، مش انت اللي هتغير الكون، كان غيرك اشطر، غيرك عملها قبل كده ومش عارف ايه. ما ده في الاخر دي تحديات. ما هو دي حاجه بتعرفنا احنا صح اصلا، بس كده. يعني دي مبدئيا دي اشاره ان انا شغال كويس. الحاجه الثانيه، انت بتتعامل مع الناس ازاي بغض النظر عن رد الفعل؟ ما هو انت النهارده انت بتحتك بالشارع. تمام. المطلوب مني لما احتك بالشارع ان انا احتويه. اكيد. طيب انا لقيت واحد متقبل، واحد بيقول لي مالكش دعوه، واحد بيقول لي خليك في حالك، واحد بيقول لي مش هتغير الكون، واحد قال لك يا ابني شوف لك شغلانه. حلو كده. اعمل ايه؟ نمشيها ازاي؟ هو اصلا احنا قبل ما ننزل الشارع بنعمل اجتماع كلنا ونحط حاجات كده اللي احنا ما ينفعش، مثلا لو عمل معاه ايه، لو خد ضربني ما ينفعش انا اكون ليا رد فعل خالص، لان انا بمثل الشخص اليوتوبيان او شخص صاحب مكان. تمام. يعني الشخص اللي متمثل فيه دلوقتي الاخلاق. حلو كده. فانا اول حاجه اصلا بخش عليه بابتسامه، اخش عليه ازيك مش عارف ايه، وبحاول اهم حاجه ادور على مساحه مشتركه بيننا احنا الاثنين. حلو. دي حاجه مهمه جدا. بالظبط كده. هو اما احس في حاجه مساحه مشتركه بيننا، مثلا يعني مثلا حاجه زي ايه، مش قادر افتكر، بس انا من ضمن الحاجات. طب الناس اللي هم تجاوبوا معاكم من الشباب اصبحوا جزء منكم؟ ده اصلا لو احنا واقفين لقينا واحد اصلا معدي كده فشافنا قال لنا انا اصلا كان عندي شغل بس خلاص مش هروح الشغل، وانا عجبتني الفكره جدا وهاجي اقف معاكم. يعني احنا كنا واقفين في وده اللي بتكلم عليه بقى، ان انت لما بتحتوي الناس بتقدر تضيف لفريق العمل اللي معاك زياده. من الحاجات بيجي لك ناس
وجاي لك باقتناع ان هو مش طالع منك بمكسب، هو خالص كل اللي يعني. عنده ان هو عنده مكسب نفسي ومعنوي هو بالظبط. بيدور عليه. ده احنا اصلا يعني احنا احتمال يعني ما فيش اصلا مكسب مادي خالص، واحنا ساعات بندفع من جيبنا، فهو اللي داخل دوت معانا لازم يبقى مقتنع يعني مليون، مش هقول لك 100%، لازم يبقى مقتنع مليون في المية. طب وايه يا ابني اللي يخليك تدفع من جيبك؟ هتكلم بقى بلغه الناس اللي هي دايما ليه بتعمل كده لان ايه المردود طيب؟ لا انت مبسوط ليه؟ انا يعني مبسوط انا يعني انا حاسس ان انا بعمل حاجه حلوه يعني. انا حاسس شايف نفسي في بتقربك من ربنا الحاجه دي جدا جدا. بتحس بالنبي فيها يعني صلى الله عليه وسلم؟ انا مثلا في حديث كده اللي هو جاء، انا مش عارف النص بالظبط، بس هو جه لملك اللي هو يهدم قريه، فقال له يا ربي ده فيها واحد عابد، قال له به فابدأ. ف يعني هو حد عابد بس هو ما نصحش الناس اللي حواليه، فبه فابدأ. طب انا لما اجي مثلا اقف قدام ربنا، طب انت حد كويس، طب ماشي انا حد كويس، طب ليه ما نصحتش الناس اللي حواليه؟ صح. فده يعني انا يوتيوبيا من كان في حاجه اخيه ربنا سبحانه وتعالى بيكون في حاجه. طيب الدين بتاعنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالظبط صح، برافو عليك. طيب خلينا دلوقتي بيجري بسرعه، فخلينا نتكلم ايه الحلم الكبير بقى اللي انتوا نفسكم توصلوا ليه؟ احنا دلوقتي الحمد لله فكره الانتشار بدات تتحقق. يعني احنا اصلا حلمنا ان احنا يبقى في لينا فروع في كل محافظه في مصر دلوقتي. فالحمد لله يعني انا امبارح لسه راجع، اول امبارح لسه راجع من اسوان، بنبدا فرع جديد في اسوان. الجو حر قوي. هو قطر رايح فالجو فعلا كان صعب، بس الناس يعني الفكره بقى جت ازاي. الناس اللي في اسوان ديت حضرت معانا اصحاب مكان اللي هنا، يعني هم بيدرسوا هنا فحضروا، كانت معانا في اجازه فهم حضروها، ف روحوا اسوان قالوا لازم نعمل حاجه هنا في البلد، في بلدهم بقى. فبجد احنا ما كناش متخيلين ازاي الحماس اللي عندهم. فاحنا لا انا شهاده لله سبحانه وتعالى، انا لما نزلت صعيد اكتر من مكان، يعني هنا اسيوط، سوهاج، اسوان، الناس اخلاقها عاليه، انا شفت نماذج مبهره فعلا يعني بجد يعني ما شاء الله عليهم، عندهم حماس عالي. انا حاسس ان هم هيكسروا الدنيا فعلا بالفرع اللي هم يفتحوه ان شاء الله هناك يعني. طيب لو احنا هنفترض ان الامور متاحه، انتوا تعملوا حاجه كبيره قوي، ممكن يكون الايفنت ده ايه؟ ان احنا هنعمل حاجه كبيره قوي. وده متاح، يعني هنتخيل مع بعض عشان نوصل للحلم الكبير اللي بندور عليه. طيب اللي انت هتطلبه موجود. ايه الحلم؟ هقول انا الحلم ده اللي احنا نحدد مكان معين يبقى هو اليوتوبيا، اللي يخش فيه يتصرف، اللي هو ما يشتمش، ما يشربش سجاير، يعني يتصرف باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا بحثا عن ذلك. كان برنامج رمضان يبقى بيتكلم عن المعنى ده، سفراء الرسول ازاي تكون منهم. نجمع الناس كلها كده في وقت واحد، الناس كلها المختلفين، نيجي نتفق معاهم على قوانين معينه اللي هتعبروا عن رايكم باحترام، كله يتناقش مع بعض كويس، كله يتناقش مع بعض بطريقه كويسه، يبقى في ود وتعاون بين الناس، يوصلوا لفكره مطروحه، وبعد كده يطلعوا بقى يخرجوا يمشوا في البلد، والا غير كده بقى يفضلوا بقى موجودين في المدينه لغايه ما ينقوا من الشوائب. المكان ده بقى يبقى مصر بقى كلها ان شاء الله، وبعد كده الوطن العربي، وبعد كده العالم كله. نتمنى. احنا ايدينا معاكم واحنا موافقين جدا وهنتابعكم على طول. الوقت جري بسرعه، فخليني في النهايه هسمع من عمرو وهسمع من عبد الرحمن كلمه يختم بيها. عايز تقول ايه اللي انت بتخاطبهم علشان يتعلموا الكلام ده؟ طيب انا نفسي يعني الناس تحافظ على ملكيتها، وتاخد بالها وهي بتعبر عن رأيها كويس، تمسك لسانها عن الشتايم وعن الإشاعات وعن الكلام المحبط، وتحافظ على اخواتها وتخلوا بالها جدا قوي ان البنت ديت مهما كان دي اختك في الاول وفي الاخر، يعني ما تمدش ايدك عليها، ما تعاكسهاش، وتحافظ عليها وتبقى راجل. وحاجه تانية ان هو يبتسم ويضحك يعني للحياه ويتفائل بالخير اللي ان شاء الله اللي هيجي واللي هيبقى في المجتمع، ويحاول ينشر فكره الاخلاقيات في المجتمع ويتطوع. وزع ابتسامات وفي الاخر دي صدقه انا محتاجها في الاخر ان شاء الله. وزع ابتسامات وتطوع. حلو قوي. طيب اتفضل. انا عايز اقول حاجه لاي حد، اللي هو يعامل الناس باخلاقه هو مش باخلاقهم هم. يعني مثلا لو هو حد نرفزه او ضايقه بطريقه ما، لا هو يتصرف معاه باخلاق. يعني انا عايز اقول للناس كلكم جوانا خير، يعني انا فيا خير وحضرتك جواك خير، عبد الرحمن، كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي جواهم خير. فانت في الاصل على فطرتك كويس. انت مهما تتعامل بقى مع الناس في الشارع او في الشغل او فهم اللي يخلي طريقك ينحرف. لا انا عايز اقول لك ارجع لطريقك الاصل، اللي انت اصلا حد كويس، حد جواك خير. ده اصلك انت كانسان على الفطره. يا رب ان شاء الله. انا بشكركم جدا على الصحبه الجميله دي، على صحبه ويوتوبيا ان شاء الله تكون دي المدينه الفاضله في مصر والعالم كله ان شاء الله. وكون انتوا اما الناس توصل لنا ازاي مثلا على الويب سايت ممكن ده يبقى في الاعداد، ممكن نحط ده على صفحه البرنامج احلى صحبه، هتلاقوا اللينكات
بتاع يوتوبيا، ممكن تمام. ان شاء الله يتابعوكم من خلاله. بشكركم جدا. جدا. في النهايه بشكر عمرو وبشكر عبد الرحمن على الفكره وعلى المجهود، وربنا سبحانه وتعالى يوفقهم، واحنا دايما هنكون داعمين ليهم ان شاء الله. كمان عايز اقول لكل واحد وكل واحده بتسمعني دلوقتي، اب او ام بقى او كان شاب من اصحابنا، عايز اقول لهم كل واحد يفكر في غيره، كل واحد يفكر انه يعامل الناس باخلاقه مش باخلاقهم هم، كل واحد يعرف ان دايما جواه خير وهيتحاسب عليه. واخر حاجه عايز اقولها لكم، تبسمك في وجه اخيك صدقه. امشي في الشارع وزع ابتسامات، بتنكتب لك صدقات انت محتاجها جدا في الاخره، لان في الاخره من رجحت كفه حسناته على كفه سيئاته بحسنه واحده فقد فاز. ربما تكون الحسنه دي كانت في صدقه اللي هي في الاخر لما فتحنا عنها لقيناها كانت بسمه جميله. بشكركم جدا ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من احلى صحبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.